السلام عليكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو. أتمنى أن يجدكم هذا الفيديو بأحسن الأحوال. موضوع اليوم هو إما أن تسامح تماما أو لا تسامح على الإطلاق. فالتسامح هو اختيار وليس مفروضا عليك أن تسامح أو تؤمن بالتسامح، ولكن ابذل قصارى جهدك في النظر إلى نتائج اختبار التسامح أو عدم التسامح، ودع قلبك يقرر. كن مدركا لإمكانية تغيير معتقداتك عن التسامح. لا تنظر إلى نفسك على أنها مجرد جسد، بل انظر إلى نفسك باعتبارها كائنا روحيا يسكن الجسد لفترة محددة. ضع في اعتبارك إمكانية أن يكون الحب والحياة شيئا واحدا خالدا. انبذ قيمة الإشفاق على الذات، انبذ كثرة انتقادك للآخرين وتصيد أخطاءهم. اختر أن تكون سعيدا أكثر من أن تكون معافى. كن راغبا في التخلي عن الإحساس بكونك ضحية. اجعل من راحة بالك هدفك الأوحد. اجعل من نفسك مع كل فرد تقابله معلما للسماحة. انشر السماحة، انشر التسامح. يجب أن تؤمن بأن التمسك بالأفكار غير العادلة والمتزمتة هو طريقك إلى المعاناة. يجب أن تدرك أن أي ألم عاطفي تشعر به في هذه اللحظة ينتج عن فقط أفكارك الخاصة. يجب أن تؤمن بأن لديك القدرة على اختيار الأفكار التي اعتقدتها. يجب أن تؤمن بأنه من الأفضل لك أن تجعل قراراتك قائمة على الحب أكثر من الخوف. ينبغي أن تؤمن بأنه لا قيمة من معاقبة نفسك. ينبغي أن تؤمن بأنك تستحق السعادة، وبدلا من رؤيتك للناس كأنهم يواجهونك، انظر إليهم كخائفين يلمسون منك العون والحب. كن راغبا في رؤية إشراقة طفل بريء تلقاه بغض النظر عن ملابسه وبغض النظر عن الأشياء المزعجة التي تسبب فيها. كن راغبا في رؤية نور الطفل البريء الذي بداخلك. كن راغبا في حساب ما تنعم به أكثر مما تنقم عليه. ابحث عن قيمة الكف عن إصدار أحكام على الآخرين. ينبغي أن تؤمن بأن الحب هو أعظم مداو في العالم. ينبغي أن تؤمن بأن كل فرد تقابله هو معلم للصبر. ينبغي أن تؤمن بأن التسامح هو مفتاح السعادة. ينبغي أن تؤمن بأنك من الممكن أن تجرب فقدان الذاكرة في كل لحظة، متناسيا كل شيء فيما عدا الحب الذي حبك به الآخرون أو أحبك به الآخرون. تخلص من اعتقادك في قيمة إيذاء أو معاقبة الشخص الآخر أو حتى نفسك، وتذكر أن الهدف الأساسي من التسامح هو ليس تغيير الشخص الآخر، ولكن تغيير الأفكار المتناقضة والسلبية بداخل عقلك.